بيبدأ الموسم الثاني بهزة أرضية، وبنشوف كافكا ومينا وهما بيجروا، وأول ما مينا بتقع على الأرض كافكا بيطمنها بيقول لها كله هيبقى تمام. بعدها بنشوف قوات الدفاع وكافكا بيشجعهم. بعدها بوم ينفجر يدمر المبنى، وكافكا بيدور على مينا بس ما بيشوفهاش بسبب الغبار. وأول ما الغبار يختفي نشوف قوات الدفاع كلهم مجهزين أسلحتهم، وفي مقدمتهم مينا للهجوم على كايجو رقم 8. كافكا في موقف لا يحسد عليه، كلهم بيطلقوا عليه النار وهو مصدوم. كافكا في هذا الوقت بيتحول لوحش عملاق يدمر كل حاجة قدامه، ومع صراخه المدمر بتنفجر المدينة، وبنلاقيه بيصحى من النوم مفزوع. بعدها بنشوف مينا وهي بتبص على الدمار اللي حصل بسبب المعركة الأخيرة. في نفس الوقت بنشوف الضابط سوشيرو بيقترب من مينا ويقول لها مر 5 أيام على احتجاز كافكا ومحدش عارف ايه اللي هيحصل له. تاني يوم بنشوف كيكورو وهي بتفتكر أحداث المعركة وبتقول لازم أصير أقوى. في نفس الوقت بيدخل عليها القائد إيجي بيقول لها جاهزة تنضم للفرقة الأولى؟ كيكورو بعد التوتر انا جاهزه بكل قوتي. بعدها بنشوفهم هما بيتحركوا ناحيه نقيب اقوى فرقه في اليابان. يجي بيقول لها اسمحي لي بتقديمك الى غين نقيب الفرقه الاولى. وهنا ناخد الصدمه، نقيب اقوى فرقه هو عيل مدمن العاب. يجي بيقول لها استني هنا شويه ويدخل يضربه، بيقول له مش انا قلت لك هتيجي معايا على الساعه 2؟ انت ليه مش منظف المكان؟ غين بيقول له دي غرفتي وانا اعمل اللي عايزه. يجي يقول له دي تخص قوات الدفاع. غين يقول له طب ليه انتوا مش بتنظفوها؟ بيظهر 3 جنود بيقول لهم زي ما انت عايز ابدأوا في التنظيف الغرفة. بيقول لهم لا العاب سيبوها انا هنضفها. يجي بيمسكوا وبيروح يعرفوا على كيكورو، بتبص فيه وبتقول مفيش اي احترام ناحية الشخص ده. غين بيقول لها ايوه انت بقى بنت ايسارو اللي الكل بيتكلم عنك. بتفتكر وبتقول العبيط ده ضابط اعلى مني لازم احترمه. بتعرف نفسها وبتقول انا كيكورو من الفرقة الثالثة هكون معاكم في الفرقة الاولى. بقول لها لا اريد شكليات اريد افعال. بصفة نقيب الفرقة الاولى في حاجة واحدة عايزها. في نفس الوقت بنسمع جرس هجوم كايجو يقول لها ايوه عايزه تعرفي الحاجه دي، عايزك تشوفينا واحنا بنقاتل. بعد شويه نشوف كايجو عملاق بيخرج من البحر، وبنشوف الفرقه الاولى وهي رايحه ناحيه كايجو بيجهزوا الاسلحه في اتجاهه وبيضربوا عليه نار لتغيير اتجاهه. بعد ما غيروا اتجاه الكايجو غين بيكلمهم بيقول لهم اضربوا عليه نار بالمدافع، بس الكايجو بيصد كل الهجمات بسبب الدرع اللي على جسمه. في نفس الوقت بنشوف كيكورو موجوده على طياره اللي بتعدي من فوق الوحش، وبتبدي اعجابها بمهارات الجنود اللي متحكمين في حركه الوحش. واول ما غين يبلغهم انهم نجحوا في قياده الوحش للمكان اللي هم عايزينه بيقول لهم استعدوا للعرض. يرفع شعره وبنشوف عينه مليانه بالحماس وهو بينط من طياره يطلع سلاحه ويشحن الطاقه بتاعته في السلاح، وبوم يضرب الوحش ضربه واحده مليانه طاقه. ويا الهي الكايجو ينفجر ويترمي في كل اتجاه. بنشوف غين وهو قاعد على السلاح بكل هيبه وشموخ. ما هذه قوه يا غين؟ اللي يشوفك من شويه ما يعرفكش دلوقتي، كل ده كنت مخبيه فين يا بطل؟ في الوقت ده كيكورو بتفهم ان اللي كان عايزه منها غين هو الطاقة المدمرة. في اللحظة دي بتعرف الوحش الحقيقي لقائد نقيب الفرقة الأولى لقوات الدفاع. تاني يوم بنشوف غين ماسك الجريدة بيشوف فيها خبر قضاء مينا على الوحش اللي هجم على المدينة، وصورة مصغرة لغين. فاللي يشوف الصورة الكبيرة لمينا يقول إن مينا هي اللي قتلت الوحش مش هو. بيقعد يشتكي لكيكورو وبيفتح تليفونه وبيقرا في تعليقات يلاقي نصها بيتريق عليه وبيمدح في مينا فبيتجنن. في نفس الوقت بيحضر إيجي بيشوطه كأنه بيشوط كورة وبيقول له إيسارو محتاجك في موضوع كايجو رقم 8. في نفس الوقت بنشوف كافكا وهو في الحجز بيتمرن وبيقول انه له 5 ايام من ساعه ما ايسارو كلمه. في اللحظه دي بيحضر بعض الجنود بيقولوا له تعال ورانا. بعد شويه نشوف كافكا وغين وكيكورو عند ايسارو. كافكا بيبص على غين وبيقول مش هو ده غين نقيب الفرقه الاولى؟ هو بيعمل ايه هنا؟ ايسارو بيقول له هنقلك للفرقه الاولى. بيقول له ايوه زي ما سمعت هتكونوا فريق اقوى كايجو مع اقوى فرقه، فعايزك في المهمه الجايه تثبت نفسك. غين بيقول له مش محتاجينه بس خلوه لي سلاح استخدمه. ايسارو بيقول له هنحتاجه بسبب ان قوه الكايجو كل يوم بتزيد بطريقه مش مفهومه. كافكا بيقول له ما ينفعش اموت دلوقتي علشان اصدقائي اللي عايش علشانهم. بعدها بنشوف الهدف اللي هو ومينا توعدوا انهم يقضوا على جميع الكايجو ويكونوا افضل ضباط. بيقول له علشان كده عايز ابقى عايش. غين بيقول له مش مهم احلامك، اهم حاجه نشوف النتائج، وان فقدت السيطره مره اخرى هقتلك واحولك لسلاح. بعدها بنشوف فوشيرو عند مينا بيقول لها وصل جميع المجندون الجدد ومن ضمنهم كافكا للفرقه الجديده. مينا بتقول له لازم نبدا شغل دلوقتي، انا هروح اتمرن تعالى معايا. تاني يوم بنشوف كيكورو بتجهز شنطتها للانتقال للفرقه الاولى. في نفس الوقت بنشوف ايسارو بينزل لمكان غريب وبيقابل شويه علماء بيقولوا له كنا مستنيينك، هو موجود هنا. بيبص بطريقه مش بتبشر بالخير. بعد اسبوع بنشوف كافكا وهو بيتمرن وبيفتكر كلام ايسارو وهو بيقول له اثبت نفسك لو كنت عايز تعيش. تاني يوم بنشوف كيكورو وهي رايحه الغرفه
غرفة غين بتقول له ما تهربش تعالى نتمرن. بيبص فيها وبيقول لها ينفع تديني شوية فلوس؟ كيكورو مصدومة بيقول لها مش عارف اللي حصل بس كل فلوسي ضاعت من غير سبب. يا راجل ده كلام برضه. بتقول له انا شايفه صناديق كتير جايه من امازون فسيبك من الهبل ده وتعالى نتمرن. وفجأة بنسمع جرس الانذار وبنشوف يجي داخل لهم بيقول لهم حان الوقت. بعدها بنشوف حفرة عملاقة في الارض وبيخرج منها نمل عملاق والناس بتجري في كل مكان. بنلاقي الفرقة الاولى بتجهز نفسها وغين بيقول لهم يلا بينا ندمرهم. في الجنب الثاني بنشوف بنت مجروحة مع اخوها بتقول له انا خايفة. اخوها بيقول لها ما تخافيش القائد غين هيجي ينقذنا. وفجأة بيحضر كايجو عملاق والولد بيقف قدام الوحش اللي يحمقته وكايجو بيهجم عليه علشان ياكله. بس تخيل معايا انه هيموت والقائد غين في المكان. لا والله غين بيحضر في المكان وبضربة واحدة يفشخ الوحش. غين بيبص للولد وبيقول له عايزك لما تروح البيت تكتب على النت 10 مرات النقيب غين جامد جدا. وبيحضر 2 من الجنود بياخدوا البنت والولد لمكان امن. في الجنب الثاني بنشوف الجنود قربوا يخلصوا على الكايجو. في نفس الوقت بنشوف غين بيكلم كيكورو وكافكا بيقول لهم عليكم تقتلوا اي كايجو يوصل لمنطقة الابادة. بيقولوا له تمام. في نفس الوقت بنشوف طيارات بتضرب نار على الكايجو لاستدراجهم الى منطقه الاباده. بعدها بنشوف كيكورو وهي بتجهز نفسها وبتشحن طاقه للهجوم على الكايجو. وفي لحظه بيظهر كايجو ولكن في اقل من لحظه بتوصل كيكورو وبضربه واحده تفشخ الوحش وبسرعه البرق تروح للوحش الثاني وبوم تكسح الكايجو بضربه واحده. الكل بيبدي اعجابه بقوه كيكورو. في الجانب الثاني بنشوف غين وهو بيبص على النمل وبيقول غريبه انه ده من الكايجو يطلع على السطح. دي اول مره تحصل في التاريخ نشوف العدد ده كله على السطح. شكل كده في حد بيحركهم. في الجانب الثاني بنشوف الكايجو وصل لمنطقه الاباده والفريق مجهز نفسه. وبنشوف كافكا متوتر وبيبدا يتحول جزء ويجري في اتجاه الكايجو وبيضرب لكمه في النمل بس دي مش كفايه. بيحاول يتحول بس مش عارف وبوم النمله بتضربه ضربه ترمي في الحيط. بعدها بيقف على رجله. في نفس المكان بتظهر حفره ويطلع منها نمله كبيره امام كافكا ومش اي نمله ده كايجو رقم 9. اوبا بيقول له انا حسيت بقوه كايجو رقم 8 بس ما فيش غيرك في المكان. هو انت كايجو رقم 8؟ ده انا شكلي هلعب معاك. كافكا بيقول يا نهار ابيض هو بيقدر يحس بقوه الكايجو. وفي لحظه كايجو رقم 9 بيضربه في كتفه. كافكا بيحاول للمره الثانيه يتحول بس بيفشل. كافكا في موقف لا يحسد عليه. في نفس الوقت بيوصل خبر لغين يساعد كافكا وهو رايح له تظهر حفره يطلع منها كايجو رقم 9 تاني. اوبا هم مش عارفين يتعاملوا مع واحد علشان يتعاملوا مع 2. وبنبص بنشوف ان كل الكايجو اللي مات رجع للحياه مره ثانيه. صدمه بكل المقاييس. غين بيقول اول ما الكايجو رقم 9 ظهر غير احداث المعركه. في نفس الوقت بنشوف قوه الدفاع وهي رايحه تساعد كافكا. بس انتوا بتعملوا ايه؟ ده كايجو رقم 9 يابا. الكايجو بيبص فيه وبيقول له جاهز يا كايجو رقم 8؟ ده دورك تموت دلوقتي واخد قوه الكايجو منه. بيرمي عليه هجوم بس كافكا بيتفادى بصعوبه. كافكا بيحاول يتحول للمره الرابعه بس لا حياه لمن تنادي. الكايجو بيجهز له اخر هجوم وبوم الكايجو بقى نصين. وده من مين؟ ده من كيكورو بنت الجامدين. بس تخيل معايا ان الكايجو هيموت بالسهوله دي. لا والله الكايجو بيرجع تاني وكيكورو بتشحن نفسها بالطاقه. في الجانب الثاني بنشوف غين والكايجو بيقول له دلوقتي حان وقت موتك علشان اروح اساعد واقتل الكايجو رقم 8. غين بيبص فيه بيقول له انت عايز تقتل كايجو رقم 8؟ ده ظابط ضعيف انا نقيب مش بيلحق يخلص كلامه. الكايجو بيضرب عليه بس تخيل معايا انه هيموت بهجوم ضعيف زي ده. لا والله بيبص فوق يلاقي غين نازل له بيقول له ما خلصتش كلامي لسه. الكايجو بيقول له يعني انت اقوى من كايجو رقم 8؟ غين مش بيعجبه الكلام وبينزل عليه وبيشتبكوا مع بعض. في الجانب الثاني بنشوف كيكورو بتقول لي كافكا هتقدر تتحول؟ بيقولها بحاول بس مش عارف. كيكورو بتقول له ممكن يكون كايجو رقم 9 عامل حاجه تخليك مش عارف تتحول. في نفس اللحظه بيهجم عليهم بضربات في كل اتجاه. كيكورو بتقول له انا ههجم عليه احاول اشيل حركته علشان لو كان بيعمل حاجه علشان تخليك مش عارف تتحول هيكون عاجز وهو بيشفي نفسه. احنا محتاجين قوتك علشان نهزمه. بيقول لها تمام وبيهجموا عليه. الكايجو بيقول لهم ده مش عدل 2 ضد 1. طب يلا بينا. بنشوفه بيقسم نفسه وبيضرب على كيكورو وكافكا في نفس الوقت. كيكورو بتصد ضربات والكايجو بيغفلها وبيضربها يوقعها على الارض. بس تخيل معايا انه هيحصل لها حاجه. لا والله بتنط في السماء وبتنزل على الكايجو تقطيع تشريح تخلي حتت. بعدها بنرجع فلاش باك ونشوف كيكورو وهي طفله وبتشوف امها في الاخبار بعد مهمه اباده الكايجو. وبنعرف ان امها كانت من اقوى الضباط ومعاها سلاح مصنوع من الكايجو رقم 4 واحد من اقوى اسلحه قوات الدفاع. وبنشوف كيكورو وهي بتفتخر بيها. واول ما ترجع على البيت كيكورو بتروح لها وبتقعد تلعبها. في نفس اللحظه كيكورو بتشوف الجرح اللي في ايدها. بتقول لها لما اكبر هنضم لقوات الدفاع علشان اساعدك. بتبص في صار شويه وبتقول لما تحتاج المساعده امك هتيجي تساعدك. بعدها بنعرف انها ماتت وهي بتواجه كايجو رقم 6. في نفس الوقت بنشوف كيكورو وهي بتقول لازم اقضي على جميع الكايجو. بنرجع للحاضر وبتكون كيكورو قاعده بتقطع في الكايجو. في نفس اللحظه بنشوف راس النمله بتتنفخ وبنشوف كافكا بيجري وبيضربه برجله ونلاقي واقع على الارض مصاب. الكايجو بيبص على كافكا علشان يهجم عليه بس دي كيكورو
مش هتسيبك يابا. كافكا بيحاول يتحول للمرة المليون. بندخل في افكاره، بنشوف الوحش اللي فيه بيقول له لو طلعت هقتل جميع اصدقائه. كافكا من الخوف عليهم بيفشل يتحول للمرة التانية. فبنفهم ان كايجو رقم 9 ما عملوش حاجة، بس كافكا مش عارف يتحول، خايف يفقد السيطرة ويقتل اصدقائه. في الجانب التاني بنشوف غين بيشحن طاقته للهجوم على الكايجو وبيهجم عليه بكل قوته. وبنشوف الكايجو بيرجع علشان يهجم عليه من بعيد، بس على مين ده؟ غين مش هيسيبك يابا. بنشوف سلاح غين بيطلع نار من بعيد، ده شكلها هتولع. بيتبادلوا الضربات. الكايجو بيقول له سلاح شغال، مسدس وشفرات، ده مفيش ولا ثغرة ولا من قريب ولا من بعيد. بيقول له خلاص انا فهمت كل تحركاتك، وبيضربه. بس غين بيتفادى الهجوم وبيلاقي نفسه محاصر بقنابل في كل اتجاه بتنفجر فيه. بس تخيل معايا انه هيحصل له حاجه؟ لا والله، بنلاقيه قاعد بيقول له كل ده كان تسخين، لسه هندخل في الجد. الكايجو مصدوم بيقول له ازاي ما حصلكش حاجه؟ غين بيقول له جهز نفسك للموت. وفي لحظه بنشوفه داخل تخبيط في الكايجو، والكايجو مش عارف يتوقع حركته. الكايجو بيقول لا ده هو بيهجم في المكان اللي انا بروح فيه. فبنعرف ان احد قدرات عين كايجو رقم 1 هي التنبؤ بالمستقبل. الكايجو بيحاول يضربه، بس ده عارفك هتعمل ايه قبل ما تفكر. بينط في الهواء وبيشوف نواة الكايجو وبينزل عليه وبوم يخليه شراح، وبهذا يكون تم القضاء على الكايجو. في الجانب الثاني بيكون ماسح الارض بكافكا وكيكورو. كافكا بيقول الخوف من قتل اصدقائي. كيكورو بتقول له علشان كده مش عارف تتحول. بتقول له مش تستخف بينا، مش انا لوحدي، النقيب مينا وبوشيرو وغين ورينو وكل الجنود، احنا قوة الدفاع. في الوقت ده بيفهم انه لازم يثق في اصدقائه. بيحاول يتحول تاني مرة، والمرة دي بينجح في التحول. ايوه كده تبدأ المجزرة. الكايجو بيقول له ايوه كنت عارف انك كايجو رقم 8. بنشوفه بيصرخ وبيرجع كل النمل اللي مات مرة تانية. كافكا بيقول لها اتعاملي مع النمل وسيبي لمواجهة الكايجو ده. بيجري ناحيته ونشوف كايجو 9 بيقول له اتعلمت منك كتير، اخر مرة تواجهنا فيها انا دلوقتي جاهز لك. وبنشوفه بيمسكه وبيجهز للهجوم عليه، بس على مين ده؟ كافكا مش هيسيبك بعد كل اللي عملته. وبسرعة البرق نشوفه طلع نواة النملة ودمرها. بيقول له مش مهم هدمر نواتك. كايجو 9 بيهجم عليه، وكافكا بيقول له انا ولا مرة طلعت قوة كايجو 8، واول ما خليته يسيطر عليا دلوقتي بستعمل جسمي بشكل افضل. وبنشوفه بينط في الهواء وبينزل على كايجو بلكمة مدمرة تمسحه من على وش الارض.